هنبدأ تمرينة الرجل دبابات. البداية هتكون ليج اكستنشن، وزي ما قلت لكم السايكل دي هتكون مركزة اكتر على السيبريشنز، يعني هنفصل كل رجل لوحدها. فبالتالي احنا هنلعب في اول مجموعتين سنجل، يعني هنلعب كل رجل يمين لوحدها شمال لوحدها، نحاول نجيب 20 مثلا عدة في اول مجموعة. هنعمل الكلام ده مجموعتين بس، بعد كده هنلعب مجموعتين دبل، يعني نلعب رجلنا الاتنين. طبعا الدبل هنحاول نجيب فيها اكتر وزن بنلعب بيه. بس كده يبقى احنا كده اتأكدنا ان احنا سخنا الرجل كويس جدا، عشان هنخش على تاني زاوية اللي هي هتبقى الزاوية التقيلة بتاعة التمرين. الزاوية دي هتبقى سوبر سيت على الهاك، هتبقى فرونت هاك سكوات ومعاها سمانة. هنخلي وشنا للجهاز وهنعمل 21 ريبس متقسمين. اول 7 عدات زي ما انت شايف كده هننزل للاخر ونطلع للنص بس. بعد كده تاني 7 عدات هيبقى العكس، يعني ننزل للنص ونطلع للاخر، ننزل للنص ونطلع للاخر. طبعا انت محتاج اصلا تكون في البدايه بتنزل ديب سكوات كويس عشان تعرف تحس ان في نص اصلا تحت. لو انت اصلا نزلتك زي النزله دي في الطبيعي يبقى انت مش هتعرف تعمل الديب سكوات اللي تحت ده، يبقى انت بالنسبه لك هتبقى التمرين كلها زي بعض تقريبا. واخر 7 عدات هيكونوا عندنا الفول سكوات، اللي هي ننزل للاخر ديب واطلع للاخر فوق. وطبعا بعديها على طول هنخش السوبر سيت اللي قلنا عليه، اللي هو سمانة على الهاك برضو. هنخلي بس رجلينا نرجعها ورا على طول، ونعمل نفس التكنيك اللي احنا لسه عاملينه، اللي هو 21 ريبس برضو. 7 عدات نص من تحت، 7 عدات نص من فوق، و7 عدات كامل. ويلا بينا على تالت زاوية، هتبقى ليج بريس بس سنجل، رجل واحدة بس، عشان زي ما اتفقنا التمرين دي بتعتمد اعتماد كلي على السيبريشن. احنا نحاول ان احنا نركز على كل رجل لوحدها وكل نص في جسمنا لوحده. ندخل عادي كل رجل لوحدها، نجيب مثلا 10 عدات 15 عدة يمين، 10 عدات او 15 عدة شمال. حاول دايما تبدأ بالرجل الضعيفة بتاعتك عشان تعرف تكنترول الوزن بتاعك بالعدات بتاعتك، عشان لو بدأت بالرجل القوية هتجيب عدات كتير مش هتعرف تجيبها اصلا في الرجل التانية. هندخل دلوقتي على الزاوية الرابعة، هتبقى خلفيات، تبقى ستيف ليج ديد ليفت، بس هنلعبها على السميث. طبعا انا واقف على ستيب خشب زي كده عشان اعرف انزل للاخر اكتر، يعني عامة كل ما تستريتش في زاوية زي دي اكتر هتحس الخلفيات شغالة معاك اكتر، عشان الزاوية دي اصلا هي زاوية ستريتشنج. يعني انت الزاوية دي بتبقى شغلها كله ان انت بتحاول تستريتش الفايبرز بتاعت رجلك الخلفية على قد ما تقدر، عشان تدخل فيها بلاد فلو اكتر، تدخل فيها دم اكتر. فلو هتلعب على سميث زي ما انا بلعب كده لازم هتقف على ستيب عشان تحاول تنزل ديب تحت قبل ما البار يخبط منك. لو هتلعب بدمبل عادي ممكن ساعتها تقف على الارض. الزاوية الخامسة والأخيرة، الزاوية دي أنا عارف إن هي سمعتها وحشة عند الشباب والبنات بتبقى طايرة بيها. الزاوية دي يا جماعة قوية جدا عشان عضلة الجلوتس. عضلة الجلوتس من العضلات المهمة جدا 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 جدا، وهبقى أعمل لها فيديو لوحده. بس العضلة دي هي بتساعدك تقريبا في كل التمارين اللي أنت بتلعبها، وهي اللي بتديك الاستابيليتي وبتخليك دايما عارف توازن الوزن كويس وتعرف تزق الوزن كويس. فالتمرين ده مهم جدا قوي جدا. حاول تخلي رجلك تحت ركبتك كده على طول، ما تطلعهاش قدام عشان ركبتك ما توجعكش، خليها تحتيك على طول كده. ولما تزق الوزن زق بوسطك للاخر فوق، وحاول في كل عده تسكويز على الجلوتس جامد. الزاويه دي كويسه، الزاويه دي مش عيب، عشان في ناس كتير قوي بتبقى شايفه ان هي عيب، ما ينفعش انك الراجل العب زاويه زي دي. كده نكون خلصنا تمرينة الرجلين. ممكن بعد ما تخلص تطلع على المشايه 10 15 20 دقيقه ماكسيمم، وحاول تخليها دايما فلات، ما تحاولش تجري وما تحاولش ترفع الانكلاين. انت اصلا اوريدي لعبت هاي انتنسيتي ورك اوت تريننج لا زي تمرينة الرجلين، فما تحاولش تأوفر كمان انك تطلع بقى على المشاية تموت نفسك فيها، انك اوريدي جسمك هيبقى تعبان ومش قادر.